السلام عليكم. كان في زمان قبيلتين عايشين في الصحراء من اليهود. القبيلة الأولى وجنبها جيرانها القبيلة التانية. القبيلة الأولى صحيت في يوم الصبح، لقت في جثة واحد مقتول مرمية في الصحراء جنب الخيم بتاعتهم. بدأوا يصرخوا وبدأوا ينهاروا، بدأوا يزعقوا: جثة، في شخص مقتول، مين الشخص ده ومين اللي قتل الشخص ده؟ ولما بدأوا يتأملوا في ملامح الشخص ده ويدققوا فيها، عرفوا إن الشخص ده من القبيلة التانية اللي هي قاعدة جنبهم في الخيام اللي جنبهم. وصل الخبر للقبيلة التانية. أول ما وصل لهم الخبر إن شخص من قبيلتكم اتقتل ومرمي جنب الخيم بتاع القبيلة التانية، شكوا على طول إن القبيلة دي هي اللي قتلت الشخص اللي من عندنا، وجريوا بسرعة جمعوا الأسلحة بتاعتهم علشان يحاربوا ويقتلوا القبيلة الأولى اللي لقت الجثة. القبيلة الأولى اللي لقت الجثة قالوا: طب ما احنا لازم ندافع عن نفسنا. جريوا هم كمان جهزوا الأسلحة وجهزوا المعدات بتاعتهم علشان خلاص الخناقة هتبدأ بين القبيلة الأولى وبين القبيلة التانية، وخلاص الحرب هتبدأ بينهم بسبب الشخص المقتول اللي مش عارفين مين اللي قتله. قعدوا يقنعوا فيهم ان احنا ما قتلناهوش، احنا لقيناه مرمي جنب الخيم بتاعتنا. القبيله التانيه ما اقتنعتش وما صدقتش، مقتنعه تماما ان انتوا اللي قتلتوه. وخلاص هتبدا الخناقه وخلاص هتبدا المعركه. ظهر شخص صالح من وسطهم وقال لهم: وقفوا القتال، اوعوا تتخانقوا، اوعوا تقتلوا بعض، ايه اللي انتوا هتعملوه ده؟ قالوا له: ما احنا لازم نحسم الموضوع، احنا عايزين نعرف مين اللي قتل الشخص ده. قال لهم: خلاص، يعني انتوا هتتقتلوا وهتتخانقوا واحنا عايش ما بيننا سيدنا موسى نبي الله؟ قالوا له: سيدنا موسى نبي الله؟ قال لهم: ايوه طبعا، ازاي يبقى عايش بيننا وانتم كده تتخانقوا؟ انتم القبيلتين اتفضلوا روحوا له وهو هيحكم بينكم، وهو اللي هيقدر يعرف مين الصح ومين الغلط، وهو اللي هيقدر يعرف مين اللي قتل الشخص اللي من القبيلة التانية. وبالفعل القبيلتين راحوا لسيدنا موسى. ابن أخو الشخص المقتول حكى لسيدنا موسى كل اللي حصل. بعد ما سيدنا موسى سمع كل اللي حصل، الشخص ده قال له ايه؟ قال له: اسأل لنا ربك مين اللي قتل الشخص ده، مين اللي قتل عمي؟ انا حكيت لك كل اللي حصل، اسأل لي ربنا مين اللي قتل عمي علشان انا عايز اعرف. راح سيدنا موسى سأل ربنا ورجع قال لهم: إنه يقول أو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بصوا كده باستغراب وقعدوا يبصوا لبعض ويبصوا لسيدنا موسى ويقولوا له: هو أنت بتتريق علينا؟ هو أنت بتستخف بعقلنا؟ بقرة إيه اللي إحنا هنذبحها؟ رد عليهم سيدنا موسى وقال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مشيوا اليهود وسابوه، وعلشان اليهود أهل جدال رجعوا له تاني وسألوه تاني. قالوا له: طيب ممكن تسأل لنا ربنا هي البقرة دي سنها قد إيه؟ علشان إحنا مش عارفين نختار البقرة الصح، وعلشان احنا اقتنعنا ان احنا نذبح بقرة. راح سيدنا موسى سأل ربنا تاني ورجع لهم قال لهم: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يعني لا كبيرة في السن ولا صغيرة في السن وما اتجوزتش قبل كده. وبرضه علشان اليهود أهل جدال سابوا سيدنا موسى ومشيوا وما اقتنعوش بالكلام، وبعد شوية رجعوا له تالت مرة. قالوا له: ممكن تسأل لنا ربنا هو شكلها ايه ولونها ايه؟ راح سيدنا موسى سأل ربنا ورجع رد عليهم تاني وقال لهم: إنه يقول أنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني البقرة لونها أصفر وجميل، وأي حد يشوفها يعجب بيها ويقول الله على جمالها.
برضو اليهود ما اقتنعوش ومشيوا، ورجعوا للمرة الرابعة قالوا لسيدنا موسى المواصفات اللي انت بتقولها لنا دي موجودة في أبقار كتيرة جدا، اسأل لنا ربنا يوضح لنا أكتر علشان نعرف نجيب البقرة الصح ونذبحها. راح سيدنا موسى سأل ربنا ورجع تاني وقال لهم إنه يقول أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وتسقي الحرث مسلمة لا شي فيها. يعني من الآخر البقرة دي ما اتبهدلتش، ما اشتغلتش في الأرض، ما تعبتش واتربطت في ساقية ولفت في الأرض، وكمان سليمة وصحتها كويسة، ما عندهاش أي أمراض، ما عندهاش أي جروح، ما عندهاش أي قصور، ولونها أصفر فاتح ما فيهوش لا أبيض ولا أسود. قالوا له خلاص احنا كده عرفنا البقرة، وكمان عرفنا هي عند مين وهنجيبها من عند مين. يا ترى اليهود عرفوا البقرة ديت عند مين ولقوها عند مين؟ لقوا البقرة عند طفل يتيم الأب عايش مع أمه، وما عندوش غير البقرة دي، فقير جدا، وأبوه قبل ما يموت ساب له البقرة دي ودعا ربنا إنه هو ياخد باله من ابنه، وإنه سايب له البقرة دي علشان دي اللي هيعيش عليها بعد كده. طلبوا قبيلة اليهود من الأم إن هم يشتروا منها البقرة، الأم رفضت، فضلوا يعلوا في السعر ترفض، يعلوا في السعر ترفض، لحد ما قالوا لها خلاص احنا عندنا فكرة تانية، ايه رأيك ان احنا نوزن البقرة، وزي ما ميزانها هيطلع هنديلك قده دهب. قالت لهم دي فكرة جميلة، يعني البقرة دي لو 100 كيلو هتاخدي 100 كيلو دهب. قالت لهم انا موافقة، وفعلا وزنوا البقرة وادوها مكان وزنها ذهب، وراحوا بسرعة لسيدنا موسى وقالوا له احنا اشترينا خلاص البقرة وذبحناها، نعمل ايه تاني؟ راح سيدنا موسى سأل ربنا قال له خد عظمة من العظام البقرة المذبوحة دي وخلوهم يضربوا على الجثة بالعظمة، ويكونوا واقفين ومتجمعين كلهم حوالين الجثة. وفعلا أخدوا عظمة وضربوا بيها الجثة الميتة، ردت فيها الروح تاني وصحي وشاور على اللي قتله. مين اللي قتله في وسط القبيلتين اللي واقفين دول كلهم؟ ابن أخوه. شاور عليه وقال ده اللي قتلني. بعد ما قال الجملة والقبيلتين كلهم سمعوا، خرجت الروح تاني ومات تاني. بدأت القبيلة هنا تتأكد وتعرف إن ابن أخوه هو اللي قتله، وانتهى الصراع بينهم، وانتهت المشكلة اللي بينهم، وظهر الحق. أتمنى القصة تكون عجبتكم، لايكات كتيرة قوي 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 علشان الفيديو ده ينتشر، وعايزة عدد كبير جدا يعرف القصة دي، كبار وصغيرين، لأن معظمنا احنا ككبار ما احناش عارفين قصة البقرة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم، ولو الفيديو عجبكم اكتبوا لي كومنت كده جميل يشجعني ان احنا نعمل احسن واحسن. السلام عليكم.